الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. في البداية أنا هيلدا خيري خوبيار، عراقية الأصل مقيمة في ألمانيا. اعتنقت الإسلام منذ سنة وبضعة أشهر. كانت بدايتي حين شاهدت حلقة للقمة الزكريا عن نسب محمد نبي الإسلام. حينها سألت نفسي إن كان الرسول كما يدعون وكما يوصفه القمة الزكريا بهذه الأوصاف السيئة والبذيئة، كيف يتبعها المسلمون؟ قررت البحث عن ردود الشيوخ عن هذه الشبهات، وتفاجأت أن ردودهم نسفت كل الشبهات بخلال دقائق، وكلها تحاكي العقل والمنطق، ومن الكتب موثقة أيضا. وصلت إلى قناعة أن القمة الزكريا يدلس ويكذب على الإسلام وعلى رسول الإسلام لغاية في نفسه. بعدها وجدت رابط لمحاضرات أحمد ديدات، وأول حلقة شاهدتها كانت عن أخطاء الكتاب المقدس، وتفاجأت وجلبت كتاب المقدس وقارنت كل ما يقوله وتابعت معه فقرة فقرة، إلى أن وصلت إلى قناعة أن هذا الكتاب مليء بالكثير من الأخطاء. ووقتها تساءلت إن كان هذا الكتاب موحى به من الروح القدس، كيف يوجد فيه هكذا أخطاء؟ لا يمكن. كذلك نسب المسيح عليه السلام يوصفه بشكل لا يدخل العقل. كيف تكون جدات المسيح زانيات؟ هذا لا يمكن أن يرسل الله نبي ونسبه من الزنا. فأدركت وقتها أن الديانة المسيحية محرفة. اهتز إيماني بالعقيدة المسيحية. بعدها حاولت التقرب إلى الإسلام وأن أقرأ القرآن، وحين قراءتي للقرآن أدركت أيهما كلام الله. فالفرق بين الكتابين كبير جدا. هذا كتاب كتبه الناس بأيديهم، وهذا كتاب أرسل من الله سبحانه وتعالى. فيه عظمة الكلمات، يدخل إلى القلب مباشرة. لكن لم أكتفي بذلك، شاهدت العديد من الروابط وتفسير القرآن، وشاهدت كذلك تفسير القمة الزكريا للقرآن لبعض آيات من القرآن. كان يريد بها أن يبين أن المسيح هو الله ومن خلال آيات القرآن. وشاهدت التفسير ابن كثير والسعدي وغيره، وأدركت الفرق بين التفسيرين، وكنت أضحك حينما كان القمة الزكريا يفسر هذه الآيات. كنت أرى الكذب والتدليس بما يقوله. حينها أدركت أن الإسلام هو دين الحق وهو الدين الذي يجب أن أتبعه، لكن لم أملك القوة والصلابة لمواجهة المجتمع بهذا القرار الذي أريد أن أتخذه. قررت أن أصلي في تلك الليلة وأن أطلب من الله أن يساعدني، وفعلا تعلمت الوضوء وتعلمت الصلاة، وقررت أن أسجد لرب العالمين. وقتها حين سجودي لأول مرة أدركت معنى أن أسجد لله وحده تعالى. انتابتني نوبة بكاء شديدة، لم أستطيع التوقف. كنت أصرخ وأدعو من رب العالمين أن يساعدني، أن يعطيني القوة لكي أواجه المجتمع والعالم بقراري هذا. لأول مرة أسجد بين يدي الله، يسمعني وينظر إلي. حين انتهيت من الصلاة أحسست بالراحة والطمأنينة التي لم أحس بها طوال عمري، وأحسست بالقوة والصلابة، وإني مستعدة لمواجهة العالم كله. بعدها نطقت الشهادة وشهدت أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله. والحمد لله الذي أراني الحق حق لكي أتبعه، والباطل باطل لكي أجتنبه. والحمد لله الذي أخرجني من الظلمات إلى النور. وأحب أن أرسل رسالة للقمة الزكريا وقناة الحياة، وأقول لهم سيروا في هذا الدرب، لأنكم تدعون للإسلام وأنتم لا تدرون. لولا حلقاتكم لما امتلكت الجرأة لكي أبحث عن الإسلام، ولم أقرأ وما قرأت القرآن. وأحب أن أوجه رسالة شكر أيضا للدكتور فاضل سليمان وللشيخ أبو عمر الباحث، الذي كنت أتابعهما في تلك المرحلة. وأحب أن أقول لهم جزاكم الله كل خير على كل حرف
رددتم به على هذه الشبهات ودافعتم عن الإسلام وعن الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كانت هذه قصتي مع الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حبيبي ومالكي، حبك في قلبي يزيد، يا من يسرني قربك، سوى رضاك لا أريد. أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك، حبا نقيا صافيا. قلبي بذكرك يطمئن، يدعوك ربي العاليات، سبحانك وبحمدك، يرجوك عفوا وعافيا. قلبي بذكرك يطمئن، يدعوك ربي العاليات، سبحانك وبحمدك، يرجوك عفوا وعافيا. بذكرك يطمئن، يدعوك ربي العاليات، سبحانك وبحمدك، يرجوك عفوا وعافيا. شكرا لما أهديتني، قلبا بذكرك يخشع، شكرا لما أهديتني، قلبا بذكرك يخشع، ثبته ربي بفضلك، حتى يطيع ويسمع. أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك، حبا نقيا